نتكلم عن تغيير الكاوتش الداخلي. بالنسبه للادوات اللي انت هتحتاجها، فانت هتحتاج ليفر، تاير ليفر او اسمه لافيه، في منه حديد وفي منه بلاستيك. وهتحتاج منفاخ في ده او ده. استخدامه بيبقى بان انت تبدا تفتح الجزء ده وتنفخ، وعندك هنا مكان لبلفين بتلفه يعمل اللوك وتبدا تنفخ، واللي خلصته بتفكه ترجعه زي ما كان. وفي المنفاخ ده يبقى ليه فتحتين من هنا، وفي الكاوتش الخارجي عشان تركبه بدل الكاوتش المخرم عندك. تمام. عامه هتبدا ان انت تفك كويك ريليس، تفتحه وتفكه شويه، بتشد الجشم لورا او بتفتحها على الاخر عشان تقدر تطلع العجله بسهوله. هتبدا ان انت تشيل الغطا بتاع البلف، هتفتح البلف نفسه وتتاكد ان انت بتخرج كل الهواء اللي جواه. بتبدا تمسك اللافيه وتبدا من الناحيه العكسيه من البلف وتخرج الكاوتش الخارجي. في تخريج الكاوتش الخارجي انت بتحتاج 2 لافيه. بتبدا تخرج الكاوتش الخارجي باول لافيه، وباللافيه الثاني بتحطه بعديه حوالي ب 10 سم. بعد ما خرجته بتشيل اللافيه الاولاني. لو وصلت الحته اللي فيها البلف وكانت بتعكسك زي هنا، ما تحاولش تخرج الكاوتش الخارجي بالعافيه، ابدا اعمله من الناحيه العكسيه. بعد ما خرجت الكاوتش الداخلي كله بتبدا تخرج الحلقه اللي ماسكه البلف نفسه. بعد كده تبدا تخرج الكاوتش الداخلي. خلينا نقول ان في قاعده عامه ان البلف هو اخر حاجه بتخرج واول حاجه بتدخل لما تيجي ترجع الكاوتش الداخلي مكانه. وانت بتخرجه حاول تزقه من تحت، لكن ما تشدش الكاوتش الخارجي من فوق عشان ما تقطعوش. وبتخرج الكاوتش الداخلي الجديد قبل ما ترجعه مكانه. انت بتنفخه حاجه بسيطه عشان يدوبك بس ياخد الشكل الدائري بتاعه ويبقى اسهل وانت بترجعه مكانه. بتدخل البلف اول حاجه، وترجع تدخل الكاوتش الداخلي على جوه الكاوتش الخارجي كله، وتاكد ان مفيش اي جزء منه خارج. بعد كده ترجع الكاوتش الخارجي مكانه. في اخر جزء من الكاوتش الخارجي احيانا بتبقى صعبه، فبتضطر تحتاج فيها اللافيه، وبتستخدم ايدك برضو معاه، بس بتستخدم لافيه واحد بس. بعد ما رجعت الكاوتش الخارجي كله مكانه، فبتبدا تتاكد ان مفيش اي كاوتش داخلي خارج. بعد كده ترجع الحلقه مكانها قبل ما تنفخ كاوتش لحد الضغط اللي انت عايزه. بعد كده هنرجع الطاره مكانها. فاول حاجه ان انت بتدخل الجنزير تحطه فوق التروس، او تركز ان انت تزق الكاوتش نفسه ما بين الفرامل. بعد ما تخش مكانها بتدخلها في المجرى وتأكد ان هي داخله كويس، وبعد كده تبدأ تقفل تاني. بالنسبه لفقره الاسئله، هات يا ابني الاجنده. كان في حد بيشتكي ان هو بينزل لوحده، فكان بيقول اذا كان في جروبس او ناس معينه ننصح ان انتوا تنزلوا معاها. في ناس بتنزل يوم الجمعه وناس تنزل يوم السبت. الجروبس بتاع يوم الجمعه فانت عندك جو بايك وبايك زون وفريق اسمه 4 بايك ومعادي رايدرز. دول اللي بينزلوا يوم الجمعه وعندهم امكانيه تاجير عجل لو الشخص اللي رايح ده ما عندوش عجله. لو انت رايح بالعجله بتاعتك انت اوريدي بتروح معاهم من غير فلوس. بالنسبه بقى لجروبس تنزل معاهم ناس بعجلها الخاص، ولو انت عايز تنزل معاهم وسط الاسبوع او حتى في ايام الاجازات، في عندك جروب اسمه سايكلينج ريبابليك. ده كل يوم سبت بيعمل رايد ثابت لمكان معين وهو بيعلن عليه، فممكن تسيرش على الجروبات دي على الانترنت. والجروبس الثانيه جروب اسمه بايرتس سايكلست قراصنة العجل، وفي جروب تاني اسمه الدراج العربي. الاثنين دول برضه هتلاقي عليهم ناس معاهم عجل خاص وعليه اخبار العجل، او سواء لو الناس نازله وسط الاسبوع لوحدها. السؤال الثاني هو كان بيقول ان هو مش عارف يدخل الكاوتش كويس، او ان هو احيانا بيتخرم منه وهو بيدخله. فده زي ما وريناكم في الفيديو، هو الحل الوحيد ان انت قبل ما تدخل الكاوتش الداخلي انت بتنفخه شويه عشان يدوبك بس ياخد الشكل الدائري، وانت بترجع الكاوتش الداخلي مكانه ما يتنيش او يتلف على بعضه، ولما تيجي تنفخه يتقطع او تقطعه وانت بتدخله باللافيه. موبايلاتكم لا وحطه فين؟ السؤال الثالث كان بيسأل، هو كان سمع ان في كاوتش ما بيتخرمش، هل الكلام ده حقيقي ولا لا؟ هو فعلا في كاوتش ما بيتخرمش، بس للاسف الموضوع ده مش موجود عندنا في مصر. هو الموضوع كله ان هو بيشيل الكاوتش الداخلي تماما وبيحط زي ماده معينه جوه الكاوتش الخارجي بيدخلها من البلف، ويبدا بعد كده الماده دي يوزعها في الكاوتش الخارجي كله، بحيث ان لو الكاوتش اتخرم الماده دي بتطلع من مكان الخرم ده وتقوم سد الفتحه اللي حصلت دي، ويفضل الكاوتش منفوخ معاك وما بيتخرمش.
بس المشكله ان الموضوع ده مش موجود في مصر. بس لسه من حوالي اسبوعين في حد جاب الماده دي وعرضها للبيع على جروبس بتاعت الانترنت المعروضه للعجل، لكن هي في المحلات في مصر ما بتتباعش ومحدش يعرف يركبها، ان الموضوع مش سهل يعني، الموضوع محتاج طريقه تركيب صعبه شويه. صحيح لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير، وانت لسه جديد معانا فتابعنا واعمل سبسكرايب.